مفيش سلطة بنجر ولا بتاع الكلام ده. ها؟ يلا بقى يا اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم عبير من مطبخ أكلات بيرو. اللي أول مرة يشوفني ويشوف القناة بتاعتي رجاء يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. النهاردة حبايبي هنقدم مع بعض طريقة عمل تنظيف الجمبري، وازاي نطلع الحبل الرملي منه بطريقة سليمة وما تهدرش معايا في الجمبري بتاعي. انا بجيب كده المقص كده زي ما انتم شايفين، وبقصه من الظهر. بس خدي بالك احيانا بيبقى الكيس الرملي في بطن الجمبريايه، وساعات بيبقى في الظهر. يعني انت خدي بالك برضو تشوفي الجمبريه بتبقى شفافه كده. شوفي الكيس الرملي موجود فين بالظبط. تمام. ممكن تلاقي كيس رملي في قلب الظهر، وفي تلاقي كيس رملي في البطن. يعني بصي حتى كمان الجمبري لئيم. بس ساعات تلاقيه في البطن يعني بص السمكية سوري، الجمبرية اللي في ايدي دي الكيس الرملي بتاعها في البطن، مش في الظهر. يعني هتبصي للجمبرية كده هتلاقي خط اسود كده، يا اما في الظهر يا اما في البطن. تمام. خدي بالك منها كويس جدا. واحيانا برضو ما بيبقاش فيه، يعني ساعات ما بيبقاش برضو فيه كيس رملي اسود، بيبقى الكيس الرملي بيبقى لونه فاتح شوية. بصي بيتشال معايا ازاي بقى كده لما بلاقيه في الظهر كده، بيتشال معايا على طول. تمام. عملت كده كام واحده قدامكم عشان تشوفوا ان انا ايه بعمله ازاي. هو سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. خلصت انا بقى كميه حلوه كده من الجمبري، زي ما انتم شايفين كده نضفته كله وفتحته كده من الظهر علشان هنعمله بقى مع بعض. يعني ايه، هنعمل حبه مقليين وحبه بالبتر فلاي. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض ازاي بنفصله، او ازاي بنقشره او بنخليه علشان نعمله راس وديل. يعني هنعمل جمبري مقلي راس وديل. هناخد بقى كده، هنسيب الديل من تحت كده زي ما هو، وهناخد كده حته حته كده وندوره على اساس ان انا ايه اطلع الجمبريايه وتكون الراس بتاعتها سليمه والديل بتاعها سليم زي ما انتوا شايفين كده. في حته بقى بتبقى في الجمبري من فوق بعيد عن البطروق، دي لازم تتشال. الحته اللي هي الفضي، لان لما بتيجي تقليها بص بقى انا شلتها اهي، بس سايبه ايه المكان البطروخ بتاعها، يعني سايبه الراس بس بالعين. والزعانف دي برضو نشيلها وكده عشان برضو ما تضايقنيش في الاكل وفي القليه. بقت الجمبريه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. برضو هنشيل الكيس الرمل بتاعها. بصي بقى بتبقى سايباها ازاي في قلب البطروخ. بص انا بشيله بقى بالسكينه ايه على اساس ان انا بالحرف المقص اسفه. في ايدي مقص صغنن ويكون له بوز عشان تقدري تتحكمي في الجمبريه. انا بص بقى ايه دي بقى في بطنها مش في ظهرها. بص عامله ازاي اهي، بقت زي الفل. والبطروخ بتاعها في راسها اهو زي ما هو. والراس سليمه والديل سليم. نعمل واحده كمان. ناخد كده القشره كده من عند الراس. بصوا هفصل القشره من الراس كده، هتطلع معايا بكل سهوله بالراحه كده خالص. وهنفصل بقى الراس اللي هي اللي لونها فضي دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، علشان هتضايق في القليه وفي الاكل كمان. بالراحه خالص وانتي بتسلتي القشره. بصي طلعت ازاي اهي، منتهى السهوله وسهله جدا مفيهاش اي حاجه. الزعانف دي هنشيلها علشان ما تضايقناش في التنظيف وفي الاكل. اظن بقى سهل جدا. الجمبري بقى اللي انا هعمله راس وديل اهو، حطيته في السرفيز زي ما وريتكم كده. والتاني اللي انا نضفته عند الحبل الرملي منه ده، هنعمل ده حاجه وده حاجه. الطبق ده انا هقليه في الدقيق وهعمله راس وديل. تمام. طبعا الاسكندرانيه عارفين الراس والديل، يعني راس وديل يعني تبقى الجمبريه سليمه راسها وديلها.
بس بره لما بنيجي نشتريه جاهز او بناكله في المطاعم صراحه بتبقى الراس فيها القشره التخينه اللي انا وريتها لكم دي. الاولاني ده هعمله باتر فلاي. يلا بقى نجهز الخلطه بتاعتنا بتاعت الباتر فلاي. انا عندي كرات وعندي كزبره خضراء وعندي بقدونس. تمام، قطعت كده حزمه وحزمه وحزمه، غسلتهم وقطعتهم. عندي توم وعندي طماطم وعندي بصل. هاخد بقى كميه كده حلوه، هضربهم في الكبه مع الكزبره والبقدونس والكرات. احط ده على ده كله كده وهضربهم في الكبه ضرب جامد كده بالشكل ده. ومعاهم طبعا الثوم ومعاهم بقى البهارات بتاعتي، الكمون والملح وبهارات السمك والكزبره الناشفه. تمام، هاخد بقى الجمبري بتاعي اللي انا اللي بقشره زي ما هو كده، هحشيه كده الفتحه اللي انا فتحتها ده، هحشيها الخلطه الجميله اللي انا عملتها دي. طبعا انا الجزء ما خدتهوش، الجزء التاني اللي هو فيه البصل برضو خدت نصه، حطيت عليه جزء من اللي انا هرساه ده، والتاني عملته فيه فعملت له فرشه بالصينيه من تحت علشان ابيت فيه الجمبري بتاعي. تمام، انا حشيته بقى كله 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 كله، حشيته كده في الظهر بتاع الجمبري اللي مفتوح. الحشوه بتاعتي كانت عباره عن كرات وبصل وطماطم وكزبره خضراء وبقدونس. تمام، وتوم وبصل وكمون وكزبره ناشفه. طبعا حبه من الخل وحبه من وعصير ليمون، او تنسوا عصير ليمون وحبه من الخل والملح. البهارات بتاعتي كلها وفلفل وبابريكا وفلفل احمر كمان حامي، طبعا اللي بيحب السبايسي. والباقي عملته كده سلايس اللي هي البصل والطماطم، وبرده حبه من الكرفس ده السمك بنضفه والكرات يشرح والبقدونس. عملتهم بقى يشرح فرشه ريحته عايز في ارضيه الصينيه كده زي ما انتم شايفين. رصيت بقى الجمبري بتاعي كده، طبعا حشيت ظهره بالخلطه الجميله اللي انا عاملاها دي. الخلطه تحفه اصلا زي ما انتم شايفين كده. حشيته بص حطيتي ليمون؟ لا في الاخر هعمل طبعا في واحد زي دي اللي جايبها لكم. صراحه طعمه كان جميل وكان تحفه بجد يعني. بس الحشو انا بعمله ازاي؟ الخلطه دي زي ما قلت لكم بقدونس وكزبره خضراء وملح وكمون وفلفل اسود وثوم وبصل وطماطم وخل وليمون كده. خلصت الحشو بتاعي كله، حطيته كده زي ما انتم شايفين. الصينيه وقعت عليا معلش بقى، ما عرفتش اقصها، مش مشكله وحبايبي يعني، مش هخبي عليكم حاجه. ايه يا بابا رشه من الزيت طب كده هبص بقى ازاي وانا فوق واقفه هنا؟ الوش. رشه من الزيت، يعني رشه بسيطه مش كتير، بس تديله لمعه بس. تمام، هنحط برضو كده. دخلته الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط. نيجي بقى ايه نعمل الكابوريا. الكابوريا زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنحط انا غاسلين بقى الكابوريا كويس جدا وشايلين منها الغطا بتاعها ده مبيبقاش له لازمه. وبنفس الخلطه وبنفس الثوم والتتبيله اللي انا عملتها في الجمبري، عملت نفس التتبيله، حطيت نفس التتبيله في الكابوريا في حله كده، وحطيت راق من الكابوريا وراق من التتبيله بتاعتي، رقات كده فوق بعض. وخلاص على كده، ما حطيتلاش اي اضافات. واللي هي فيها الملح، التتبيله فيها الملح والشطه والكمون وفيها كل حاجه، وبصل وثوم والطماطم، كل حاجه كل حاجه. سبتها بقى كده شويه برضو وحطيتها على النار. دخلت بقى الجمبري بتاعي الفرن والكابوريا